السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم فيديو ديالي في تمام الصحه والعافيه. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه مطبخ حسناء. اليوم غادي نشارك معكم طاجين بالكفته والخضر. يعني تيجي من ألذ الطواجن اللي ممكن انكم توجدوه. الا كان عندك شي فلور فجيبيه واجي نوجدو هاد الطاجين هذا، راه تيجي لذيذ بزاف وصحي. وهاد الطاجين هذا راني فايت لي شاركت معكم الشفله بطريقه اخرى. واحد المتتبعه يعني قالت لي انا نزيد نشارك معكم يعني الشفلور بطرق اخرى. المهم هذه الطريقه الثانيه الا عجبتكم ويعني وبغيتوا طرق اخرى قولوها لي في التعليق. ما غاديش نطول عليكم بزاف. الا عجبكم الفيديو كيف العاده ديروا لايك وبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء، وما تنساوش الاشتراك. ونبداو على بركه الله. بسم الله. هنايا خديت الطاجين درت فيه زيت المائده، وضفت ليه واحد البصله اللي تتكون متوسطه اللي حكيتها. غادي نخليها تشحر مزيان في ديك الزيت وطيح، وغادي نضيف لها واحد جوج حبات ديال الطماطم اللي تيكونوا متوسطين حتى هما اللي حكيتهم. وبالنسبه للتوابل غادي ندير الملح، راس معلقه ديال الكمون، ونصف ملعقه ديال الفلفل الاسود، ونصف ملعقه كركم، وملعقه ديال الفلفل الاحمر. هنايا كنخلط المكونات كامله كيف ما كتشوفوا، وغادي نخليها الطماطم طيح مزيان وتشحر، وغادي نرجع من بعد ما شحرت ليا الطماطم كيف ما كتشوفوا وطاحت يعني ولات معلكه. تنضيف ليها واحد الملعقه كبيره ديال المركز الطماطم، اللي تنضيف عليها واحد الكاس ديال الماء، يعني الكاس غير صغير ديال اتاي، وتنضيفهم هنايا كيف ما كتشوفوا. وتنخلي هاد الشي كامل تنخليه حتى كتطلع فيه الغليه. وغادي نضيفوا الكفته ديالنا. غادي ندوزو باش تشوفوا كيفاش غادي نحضروا الكفته اللي غادي نضيفوها في الطاجين. وهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجوهم مع الكفته ديالنا ديال الدجاج. عندي هنايا قزبر ومعدنوس، الجزر، القرعه خضراء، الشفلو والثوم. هنايا كناخذ الشفلو تنحكو كيف ما شفتوا. راني ما حكيتش ديك الكميه كامله حيت بانت لي كثيره، حكيت غير واحد جوج وردات. هنايا حكيت الجزر حتى هو، وحكيت القرعه الخضراء. وغادي نضيف هنايا الثوم حتى هو اللي حكيته. بالنسبه لهنايا تقريبا درت 9 ديال الفصوص ديال الثومه. كيف ما كنعرفوا الثومه كتشوت بزاف مع الدجاج ومع الشيفلور هكا مع الخضر. هنا ضفت القزبر ومعدنوس، وهنايا غادي نضيف الكفته ديال الدجاج. كيف ما كتشوفوا هنايا ضفت التوابل، نفس التوابل اللي ضفتهم في الطاجين ضفتهم هنايا. ما تشدش ليا المقطع كان عاد بالي كنصور ساعه انا ما كنصورش. هنايا ضفت زيت الزيتون، يعني واحد 2 معالق كبار حتى 3. صافي. هنايا غادي نضيف واحد البيضه اللي تكون غير صغيره، نجمع هاد المكونات يعني كلهم مع بعضياتهم حتى كنتحصل على واحد الخليط اللي تيكون هكا، يعني تيعطينا الطوع اننا نديروه هكا كويرات. كنستمر بحال هكا حتى يعني ديك التوابل وكلشي يدخل في بعضياته وصافي. واحد النقطه البنات، بالنسبه للخضر راني ما طلقتهم ما والو، يعني نيشان قشرت هذا، قشرت الجزر، قشرت القرعه الخضراء، يعني حيت لها غير شويه ماشي بزاف. وبالنسبه للشفلور غسلته مزيان وصافي. يعني ما محتاج انكم تطلقوهم حيت غادي نديروهم في الطاجين وغادي يطيبوا، وما نحيدوا ليهم لا الماء لا والو. هنايا صافي من بعد ما آه ديك الطاجين كيف ما كتشوفوا ديك الماء غلا اللي درنا قبيله. صافي تندير الكفته ديالي هكا كويرات وتنضيفهم هكا في الطاجين. تنستمر بحال هكا حتى كنحطهم كاملين. بالنسبه لهنايا ما تنضيف لا ماء لا حتى شي حاجه. ديك الخضره راه غادي تطلق الماء ديالها كيف ما قلت لكم. يعني ما تعصروهاش من الماء ديالها لحقاش غادي نديروها في الطاجين. غادي تطلق ديك الماء وغادي طيب لينا في هذاك الماء، يعني بلا ما نضيفوا الماء من الاحسن.
إمتى كنصفيو ديك الخضرة كنحيدو ليها الما ملي كنبغيوها يعني هادي واحد الطريقة أخرى كنديرها للشيفرو هاكا مع الخضر تيجي زوين، يعني كنديروهم هاكا كنديروهم في البيض وكنديرو في لا شابلو وكنقليهم أولا كنديرهم في الفران، هنايا تنصفيو ديك الخضرة من الما، صافي هنا كنغطيه على الطاجين ديالي وتنخليه يطيب على المهل، يعني تنقصو النار مزيان وتنخليوه يطيب على خاطر خاطرو، هنايا من بعد ما طاب تندير فوق منو شوية ديال القزبر ومعدنوس كيف ما كتشوفو، وصافي تنقدمو هاكا صراحة تيجي زوين لذيذ صحي للوليدات اللي ما تياكلوش الخضرة فغادي ياكلوها في هاد الطاجين هذا، صراحة جا زوين بزاف. المهم وصلنا لنهاية ديال الفيديو ونتمنى أنه يكون نال الإعجاب ديالكم، شجعوني بالتعاليق ديالكم واللايكات وما تنساوش الاشتراك في القناة باش دائما توصلوا بالجديد. إلى اللقاء إلى فيديو جديد إن شاء الله.